وفي اليوم ده لقيته بيتنحلي ومش فاهمة فيه إيه ولا فاهمة منه حاجة. كل اللي عليها باصصلي وخلاص ومتنحلي. ولقيته بيقول لي قربي معايا وزقني ودخلني على أوضة النوم. صاحبة الحكاية النهاردة بتحكي وبتقول أنا هدى، بنت وحيدة الأب وأم. أبويا دايما مسافر، هو حياته كلها في السفر، هو ما منشوفش إلا في الأجازات. وكمان أبويا ما معهوش صنعة ولا ليه شغلانة هنا، علشان كل حياته وشغلته السفر. وكان بيسيب أمي ويسيبني طول مدة السفر، كأنه ما بينزلش إلا شهر يمكن أو شهرين. وأمي من النوعية اللي هي متدلعة وشايفة نفسها أصل هي حلوة بالزيادة وجسمها حلو وعايقة قوي في نفسها كده. كانت دايما تكلم أبويا تقوله انزل، أنا عايزاك، عايزة راجل يدلعني ويهنيني ويحسسني بالحب والدلع، أنا محتاجاك. كان دايما أبويا يقول لها حاضر هنزل، بس اصبروا عليا شوية لما جمع قرشين حلوين وهنزل. وأم كانت تقوله لا أنا مش عايزة فلوس، أنا عايزة راجل، وانت عارف الواحدة لما تحتاج جوزها، وأنا بصراحة محتاجالك خالص، انزل ضروري. وكنت بسمع الكلام ده من أمي كل يوم وهي بتكلم أبويا في التليفون. هو أبويا دايما كان يصبرها بكلمتين ويقول لها أنا بحبك ومش قادر أستغنى عنك، بس أعمل إيه غصب عني السفر، وكمان أنا محتاج إن أنا أجمع قرشين علشان أجي أفتح مشروع ومعدتش أسافر. بس بصراحة أمي ما كانش تسمع كلام أبويا، والكلام ده ما كانتش بتحطه في دماغها، لأن زي ما قلتلكم أمي كانت شايفة نفسها خالص وكانت متدلعة. وبصراحة كنت بحس منها إن هي محتاجة للرجالة، ما تقدرش تستغنى عنهم. كنت بسمعها بالطريقة اللي هي كانت بتكلم أبويا فيها، وأنا ما كنتش فاهمة حاجة، بس كنت اللي فاهماه إنها هي عايزة أبويا يرجع لها بأي طريقة ويجيلها، لأنها كانت دايما تقوله أنا محتاجاك. وأنا كنت صغيرة ومش فاهمة أي حاجة، لحد ما في يوم أمي زهقت من أبويا وزهقت من الكلام معاه، كأن منه ما بيسمعش كلامها وبينزل. أمي شافت نفسها بدأت تلبس وبدأت تخرج وتحط مكياج، مع إن أبويا مسافر. المفروض اللبس والحاجات دي كلها والخروجات ما تلقش عليها، لأن أبويا مش موجود معاها هنا. وخلاص أمي نست أبويا، وحتى المكالمات اللي كان بيتصل عليها فيها ما كانتش بترد، لأنها ما كانتش ساعات تكون موجودة وساعات تكون سهرانة بره، وساعات تكون موجودة وما تردش عليها تكون مطنشة. وأنا بصراحة مش عارفة أعمل إيه ولا أخلي أمي ترجع زي الأول. أمي زي ما قلتلكم بتحب السهر وبتحب الدلع كده في نفسها. أمي بدأت تخرج وتسهر بره، ما عادش بترجع من بره إلا نص الليل، يمكن 1 أو 2 بالليل، وكل يوم والتاني عربية أشكال وألوان كل يوم بتوصلها، وأنا مش فاهمة دول مين، هو بيوصلها بالنيابة عن إيه، والخروجات الكتيرة اللي هي بتخرجها دي ليه؟ أنا بنته بتسيبني لوحدي في قلب الشقة. هو أنا كنت بشوف الناس اللي بيوصلوها وأقول لها دول مين اللي بيوصلوكي دول يا ماما، تقول لي ده جوز واحدة صاحبتي، ده جماعة أصحابنا من زمان وبنسهر معاهم يوصلوني. وأترجل منها إن أنا أخرج معاها، تقول لي لا ما ينفعش، أنت لسه صغيرة على السهر والكلام ده كله. وأمي بدأت تشرب وتسكر وحالها تشقلب خالص عن الأول، وأنا مش عارفة أعيش معاها بالطريقة دي، واتخانقت معايا خناقة كبيرة ونزلت. وفي اليوم ده فضلت بره لحد الساعة 3 الفجر، وأنا كنت زهقانة واتأخرت وكنت قلقانة عليها. طلعت أبص عليها من البلكونة، لقيت ناس موصلاها، واحد يعني موصلها، وفجأة لقيت باب الشقة بيخبط ويرزع، ولقيت أمي داخلة وواحد مسندها ودخلها على أوضة النوم ونيمها على سريرها. وأنا مصدومة أقول له مالها، يقول لي مفيش مامتك بس تعبانة شوية وسيبيها تستريح. قلت له شكرا يا عمو إن أنت وصلت أمي لحد البيت. وهو اتفاجئ بوجودي. وأنا بصراحة في اليوم ده كان الجو حر، كنت لابسة قميص بنص كم، قاعدة في بيتي يعني واخدة راحتي. لما شافني كده وفي اليوم ده لقيته بيتنحلي ومش فاهمة فيه إيه ولا فاهمة منه حاجة، كل اللي عليه باصصلي وخلاص ومتنحالي. ولقيته بيقول لي قربي معايا وزقيني ودخلني على أوضة النوم، وخلاص حصل بينا اللي حصل. لحد ما في تاني يوم لقيته بيتصل عليا ويقول لي حقك عليا، وانا كنت شارب وما كنتش في وعي، معلش حقك عليا، انا هجيلك النهارده راضيكي. وفعلا لقيته جه في ميعاد مامتي ما كانش موجوده، كانت بره، كانت سهرانه كالعاده. وفعلا لقيته جه وفعلا قعدنا مع بعض كتير على الوضع ده، بيجيلي في الوقت اللي مامتي بتبقى سهرانه فيه بره الاول، لان ابويا ما عادش بيسال عني ولا بيتكلم ولا يطمن عليا. وامي بقت في وادي تاني، سهر كل يوم وما بتجيش على وش الفجر، وانا خدت عليها وما عدتش قادره استغنى عنه. وفي يوم لقيت امي برضه هو جايبها وسكرانه ومش في وعيها، ودخلها برضه على اوضه النوم ونامت، واحنا مفكرين ان امي نايمه. وفعلا هو دخل معايا اوضه النوم، وفجاه لقيت امي فوق دماغنا في قلب الاوضه مصدومه بتقول انتوا بتعملوا ايه؟ وهو قام جرى لبس هدومه وهو نزل من غير ولا كلمه ومن غير ما يتكلم ولا يفتح بقه لامي. ولقيت امي بتقول لي ايه اللي انتوا بتعمليه ده؟
أنا لازم أربيكي. قلت لها بكل بجاحة ورديت عليها وقلت لها ربي نفسك قبل ما تربيني، انت السبب في اللي أنا فيه ده كله، وانت اللي خلتيني أتعامل بالطريقة دي وخلتيني أحب الحاجات دي. كل يوم والتاني هو واحد بيوصلك. أنا ما كنتش أعرف انت بتعملي ايه بره، ولا مين دول اللي بيوصلوكي لحد ما كبرت وفهمت كل حاجة انت بتعمليها بره. يعني قبل ما تتكلمي معايا حاسبي نفسك انت. أنا ما كنتش عارفة أنا بكلم أمي بالطريقة دي ازاي، بس هي السبب في كل اللي أنا فيه ده كله. يا ريت كل اللي بيسمع مشكلتي يقول لي رأيه بكل صراحة، واعمل ايه واتصرف ازاي. ولو عجبتكم حكايتنا النهاردة ادعمونا باللايك والاشتراك في القناة، ودمتم في أمان الله. وفي اليوم ده لقيته بيتنحلي ومش فاهمة فيه ايه ولا فاهمة منه حاجة. كل اللي عليها باصصلي وخلاص ومتنحلي، ولقيته بيقول لي قربي معايا وزقني ودخلني على أوضة النوم. صاحبة الحكاية النهاردة بتحكي وبتقول أنا هدى، بنت وحيدة الأب وأم. أبويا دايما مسافر، هو حياته كلها في السفر، هو ما بنشوفش إلا في الأجازات. وكمان أبويا ما معهوش صنعة ولا ليه شغلانة هنا، علشان كل حياته وشغلته السفر. وكان بيسيب أمي ويسيبني طول مدة السفر، كأنه ما بينزلش إلا شهر يمكن أو شهرين. وأمي من النوعية اللي هي متدلعة وشايفة نفسها أصل هي حلوة بالزيادة وجسمها حلو وعايقة قوي في نفسها كده. كانت دايما تكلم أبويا تقول له انزل، أنا عايزاك، عايزة راجل يدلعني ويهنيني ويحسسني بالحب والدلع، أنا محتاجاك. كان دايما أبويا يقول لها حاضر هنزل، بس تصبروا عليا شوية لما جمع قرشين حلوين وهنزل. وأم كانت تقول له لا أنا مش عايزة فلوس، أنا عايزة راجل، وانت عارف الواحدة لما تحتاج جوزها، وأنا بصراحة محتاجة لك خالص، انزل ضروري. وكنت بسمع الكلام ده من أمي كل يوم وهي بتكلم أبويا في التليفون. هو أبويا دايما كان يصبرها بكلمتين ويقول لها أنا بحبك ومش قادر أستغنى عنك، بس أعمل إيه غصب عني السفر، وكمان أنا محتاج إن أنا أجمع قرشين علشان أجي أفتح مشروع وما عدتش أسافر. بس بصراحة أمي ما كانش تسمع كلام أبويا، والكلام ده ما كانتش بتحطه في دماغها، لأن زي ما قلت لكم أمي كانت شايفة نفسها خالص وكانت متدلعة. وبصراحة كنت بحس منها إن هي محتاجة للرجالة، ما تقدرش تستغنى عنهم. كنت بسمعها بالطريقة اللي هي كانت بتكلم أبويا فيها، وأنا ما كنتش فاهمة حاجة، بس كنت اللي فاهماه إنها هي عايزة أبويا يرجع لها بأي طريقة ويجي لها، لأنها كانت دايما تقول له أنا محتاجاك. وأنا كنت صغيرة ومش فاهمة أي حاجة، لحد ما في يوم أمي زهقت من أبويا وزهقت من الكلام معاه، كأن منه ما بيسمعش كلامها وبينزل. أمي شافت نفسها بدأت تلبس وبدأت تخرج وتحط مكياج، مع إن أبويا مسافر. المفروض اللبس والحاجات دي كلها والخروجات ما تلقش عليها، لأن أبويا مش موجود معاها هنا. وخلاص أمي نسيت أبويا، وحتى المكالمات اللي كان بيتصل عليها فيها ما كانتش بترد، لأنها ما كانتش ساعات تكون موجودة وساعات يكون سهرانة بره، وساعات تكون موجودة وما تردش عليها.